لا أخلص من المشكلة اللي أنا فيها. شو صاير معك؟ الحبس صعب. عم نستنى عفو إنه يطلع عفو ما عم يطلع عفو. عم لك الله يرضى عليك. مرحبا، أهلا وسهلا. الله كيفك خالته؟ الحمد لله. أهلا وسهلا. الاسم بالخير؟ عمر خلو. اهلا وسهلا. خالته حضرتك موظفة؟ إيه بوزارة الكهرباء محاسبة. محاسبة بوزارة الكهرباء. متزوجة حضرتك؟ إيه عندي 6 أولاد. ما شاء الله، قد ايه أعمارهم؟ عندي 3 شباب و3 صغار. 3 شباب. إيه و3 صغار. أعمارهم يعني 22 20 16 10 وهيك 7 سنين. مين بيساعدك بالمصروف طبعا غير انت؟ أولادي الشباب. شو بيشتغلوا؟ واحد بيشتغل جبسن بورد، واحد بيشتغل يعني بالفرن، واحد بيشتغل بمطعم. الحمد لله هيك يعني. ألف الحمد الحمد لله. لله. زوجك وينه؟ البيت. ما بيشتغل؟ مم. ليش؟ عمل لك كبر وصار يعني انه هيك انه اعتمد على الاولاد وعلي وهيك يعني اعتمد على الاولاد يعني شوفير تاكسي شوفير هونداي هيك يعني بيصح له. راحوا باعوا يعني باعوا بالرخص وبعدين فجأة غليت الدنيا. باعوا بالرخص بظل الأوضاع الاقتصادية اللي نحن مارين كان فيها. رخيص مثلا كانت سعرها ب 400,000 تتذكري. ايه بعدين فجأة هبت السيارات، ما عاد واحد قدر لا يشتغل ولا يطلع ولا يفوت ولا يعمل شيء. إذا بدي أسألك شو أصعب موقف مريتي فيه هي السنة بالشتوية بظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟ البرد أكثر شيء. بس يعني انه كل واحد ما بيقدر يعمل شيء، يعني بتعرفي انت الراتب حتى يعني الشباب عم يشتغلوا دوبهم يأمنوا دخانهم اجار طريق حصان ريشه يعني بس انت بتعرفي بتشتغلي يعني شو بيساوي الشغل. إذا بسألك شغلة أنت متمنيتيها أو مشتهيتيها وما قدرتي تجيبيها لبيتك هي السنة؟ والله الحمد لله ما في شيء الحمد لله رب العالمين. إذا بقلك شو بتتمني يصير معك شيء حلو هي السنة، شو بتقولي لي؟ لا أخلص من المشكلة اللي أنا فيها. شو صاير معك؟ لا ابني كان معتمد خبز وطلع عليه كسر بطاقات على أساس إنه كل شهر على أساس كل يوم بيطلع له ربطتين خبز لقاله المعتمد، عرفتي كيف؟ قام فجأة طلعوا فيها حبس وطلعوها إنه يعني مثلا إنه واحد زعلان إنه كسر بطاقات خبز، يعني عمل بطاقة ورخصة وجهاز وهيك وكذا وهيك، يعني ما لنا عارفين إنه حيصير إنه هيك إنه يطلعوا فيها حبس وما حبس وهيك شغلات، يعني شغلة فاضية كتير يعني مو جايبة همه، بس هيك إنه خدمة للعالم، خدمة والله خدمة للجيران. يعني صارت الكورونا بيعرفوا لجوزي انه هيك تعال استلم الجهاز وتعال مدري شو وتعال وزع خبز لان تتذكري اول شيء خبز ببلاش ومدري شو. وفجأة طلعوا هاي القصة انه اللي عليه كسر بطاقات في عليه حبس. طلعت اني سفر ابني على لبنان مشان ما ينحبس. مو عامل شيء لانه ابني بلبنان. ايه عم بيشتغل شيء ابنك هون؟ بالفرن. ايه بالفرن. مشتاقتي له؟ والله كثير. شو بتقولي له هلا من خلال الكاميرا؟ الله يرضى عليك. عم لك الله يرضى عليك. فقدتي له؟ الحبس صعب. عم نستنى عفو انه يطلع عفو ما عم يطلع عفو. دموعك غالية علينا خالته، أنا آسفة، حقك علي، أنا آسفة. بعرف الضنا قد ايه غالي. إن شاء الله عن قريب تجتمعي فيه لابنك وبيلتم الشمل والله بيصلح الحال، وإن شاء الله يا رب كل أمورك بتتيسر. أنا بعتذر إني نزلت لك دموعك، ودموعك غالية علي وحقك علي مرة تانية. نحن حابين نوزع سلات غذائية، فحبينا نقدم لك سلة غذائية مقدمة من مؤسسة سوريا بتجمعنا، وشركة أفتر كمان بتقدم لك هدية صغيرة. شكرا لك والله يصلح الحال، وإن شاء الله يا رب يضلوا أولادك كلهم ملتمين حواليكي، والله يطول بعمرك ويخليكي فوق راسهم. شكرا كثير. اهلا وسهلا.